في موضوع اخر وهو الديفرنشال دايجنوزز. احنا اتفقنا ان انا هيجي لي بيشنت بيشتكي من عرض معين. العرض ده ممكن يبقى بسبب كذا حاجه، فده موضوع اسمه الديفرنشال دايجنوز. ده وجهه النظر العالميه. طب وجهه النظر المصريه بتقول ايه؟ وجهه النظر المصريه، انت اللي بيكح هنديله دواء كح، واللي هيرجع هنديله دواء ترجيع، والسخن بنديله دواء سخونيه. تمام. ولما بتنزلوا الصيدليات بتلاقوا الدكتور الموقر القديم اللي هو الكبير في السن من المدرسه القديمه يقول لك على نفسهم الكلاسيكيات، او اللي هو المساعد القدير اللي بقاله 30 سنه في الصيدليات يقول لك هات ورقه وقلم وهنلف بقى درج درج، نمسك حرف الايه ونكتبهم، نكتب الجرعه والاستخدام، حرف البي نكتب الجرعه والاستخدام. يقول لك بس كده خلاص. لما يجي لك بقى حد سخونيه هنطلع اي حاجه من اللي قدامهم سخونيه. ولما طبعا الكلام ده كلام فارغ. ولو حد اتعلم بالطريقه دي بعد اذنك ارمي الطريقه دي في الزباله. دي مش طريقه تعامل صيدلي، دي طريقه مساعد واحد داخل عارف الاي بي سي. ده الكل يفقهه عن الموضوع، وما يقعد حد يمليه يقول له اه والله الستال بحرف السي ده ستال فيه باراسيتامول، ده مسكن وخافض للحراره ومضاد للالتهابات. وانا قلت صح ولا غلط يا شباب؟ لا، مش مضاد التهابات تقريبا. عاش، ماشي. عشان بس لو حد عنده المعلومه بتاعت الباراسيتامول مضاد للالتهابات دي صح صح. طيب، ويكتب كده الستات. يجي عند البنادول يكتب بنادول، هو بنادول بحرف البي قدامه ده باراسيتامول، ويكتب ايه بقى هناك برضه مسكن وخافض حراره ومش عارف ايه. يقعد يحفظ الصيدليه كلها بالشكل ده. لو حد فيكم اتعلم بالطريقه دي بعد اذنكم ارموها في الزباله، لان انت ما حدش بيتعلم بالشكل ده. احنا طريقتنا في المذاكره هتبقى كيس بيزد، تمام، او اكتف انجريدينت بيزد. يعني يا اما احنا هنذاكر حاله وبنتعامل مع الحاله دي ازاي، يا اما هندرس ماده فعاله. لكن جو بقى التريد نيمز والقلش ده كله، مواقع والويب سايتس وكل حاجه بقى عندنا دلوقتي 100 ابلكيشن على في ايدك يجيب لك المواد الفعاله، في منها كم ماركت برودكت في السوق. طيب، وجهه النظر بقى العالميه والمحترمه لكلمه ديفرنشال دايجنوستس، هي ميثود اوف اناليسيس هتفرق لك ان المريض ده، او هتحدد ان المريض ده عنده الحاله الفلانيه او عنده الديزيز الفلاني من وسط كل الديزيز التانيه اللي كلهم بيشتركوا في نفس الكلينيكال فيتشر. يا دكتور يعني معلش انت عايز تفهمني ان الكلينيكال فيتشرز اللي ممكن يبقى عندهم عرض واحد متشابه كتيره للدرجه؟ يعني مثلا ممكن يبقوا اتنين تلاته ونستبعدهم كده بالحب. لا، تعالى كده نجرب نعمل حاجه حلوه قوي. بص، تعالى شات جي بي تي اهو. ممكن نقول له ايه؟ ممكن نقول له how many medical، نساله، عايزين نساله نقول له هم الميديكال كونديشنز، how many medical conditions that has cough as a symptom. نساله هو الكحه ممكن تبقى موجوده في كام مرض او في كام ميديكال كونديشن. الراجل هيعدي لك اهو، نشوف. يعد يعد لسه، الراجل بيعد لسه. طيب احنا بنتكلم في كام؟ احنا بنتكلم 8 عناوين، كل عنوان تحتيه حوالي، يعني متوسط كده 6 حاجات. 8 في 6 ب 48 حاله. قول يا سيدي 40 حاله. تتكلم في 40 حاله كلهم بيحصل معاهم كحه، وكذلك الاسهال، وكذلك الترجيع، وكذلك مش عارف ايه. طب ده موال ازرق بقى. ما هو عشان موال ازرق فلازم يبقى عندي طريقه اناليسيس، لازم يبقى عندي طريقه. فبيقول لك ليه ما نعملش زي ما الدكتور مدحت السلعاوي ما بيعمل في الصيدليه اللي جنب بيتي، اللي هو ايه؟ اللي هو يا عم انت هتدخلنا في قصه؟ يعني انت بتقول لي 40 حاله، 40 كونديشن،
وانت عايز ارمط يعرفهم ويعرف الفرق بينهم ويشخص مين فيهم ومين مش عارف ايه. طب ما اعمل زي ما الدكتور مدحت السلعاوي. الدكتور مدحت السلعاوي بيعمل ايه؟ جاله واحد بيكح، بيطلع له ايه؟ دواء كح، وانتهى. طب انا ليه ما اعملش كده يا دكتور؟ الطريقه دي مش حلوه يعني؟ مش هبقى كخه لو عملت كده، هتبقى كخه للاسف لو عملت كده. ليه؟ لان في اوقات كتير الكحه ممكن تبقى محتاجه urgent handling. urgent، اه urgent، يس. هنعرف لما نيجي مع بعض في الكحه. ممكن الكحه تحتاج ريفيرال. اول ما تشوف نوع الكحه ده وتسمع الكلمتين اللي هيتسمعوا، قول له لا روح لدكتور فورا، مش بتاعتي. كحه، اه كحه. طب لو انا اديته كحه في وقت زي ده، في حاله زي دي، كده حضرتك بتعمل ماسكينج للسيمتوم. يعني ربنا عز وجل انعم على المريض ده ان هو ظهر عليه عرض لمشكله خطيره عنده. رحت انت عملت ايه؟ داريتها، خليت المشكله تكتر، تبوظ، وانت اخر حاجه هتعوزها في الدنيا انك ايه؟ تاذي حد. خدت لي بالك؟ طيب، في حالات زي كده محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نعرف هو ايه الاندرلاين كوز ورا السيمتوم ده. عايز اشوف السبب، لان السبب هيفرق معايا في العلاج وفي طريقه تصرفي. اوقات، في غالب الاوقات في الحاجات اللي هندرسها هنتعامل احنا، ما تتضايقش يا عم، هتتعامل انت. بس تعاملك، هدي الدواء ده ولا الدواء ده، هتفرق على حسب الكوز. طيب، فيها بعض الحالات الاخرى انت مش هتتعامل، هترفع ايدك ما اعرفش. لا، والله مثلا جاي لك واحد بيكح، فانت سالته حضرتك بتكح بقالك قد ايه؟ قال لك والله انا داخل في الاسبوع الخامس، كحه ما بتفارقنيش. لا، روح اكشف، انا ماليش دعوه. خدت ادويه، خدت الدواء الفلاني والدواء الفلاني، ما انت جاي اديك الدواء السادس يعني؟ لا، روح اكشف. ففي بعض الحالات انت حضرتك لازم تريفير لدكتور، مش بتاعتك. في حالات تانية هتتعامل. طب هتعامل ادي ايه؟ اكوردنج لمين؟ للديفرنشال دايجنوزس بتاعك. تمام؟ طيب، ايه هي يا دكتور بقى البيزكس بتاعت الديفرنشال دايجنوزس؟ ايه هي الاساسيات بتاعت الديفرنشال دايجنوزس؟ مبدئيا اول حاجه بنعملها ان احنا بنلم معلومات من المريض وشكوته. يبقى احنا هنا مبدئيا اول خطوه هو الكوميونيكيشن with the patient. لازم اتواصل مع المريض كويس واعرف اساله ازاي واخد منه المعلومه ازاي. وهنتكلم في المواضيع دي في الكورس مع بعض في حتت كامله، في نص محاضره كامل هيبقى في الحته دي. ازاي اعمل حاجه اسمها اكتف listening، ازاي ابقى منصت مش بستمع، منصت. واحط list the possible causes، مش لازم اكتبها في الورقه، بس تبقى انت عارف الاحتماليات بتاعه العرض ده. هو العرض ده ممكن يكون بسبب ايه يا ترى؟ prioritize، ان انت ان انت تعمل اولويات، تحط اولويات، او تحط ده الموست لايكلي، ده الليست لايكلي، ده نادر الحدوث. فانت تبتدي العرض ده والله مثلا فيه 40 سبب، بس البيشنت اللي قدامي ده غالبا كده ممكن هو مرشح لاربع خمس اسباب. ده بناء على ايه؟ دراستنا، مذاكرتنا اللي هنذاكره. طيب بعد كده تبتدي تعمل رولينج اوت. يعني ايه؟ اتاكد والله انا قررت ان من ضمن ال 48 كونديشن دول في اربعه لايكلي، يعني غالبا هم اللي المريض ده هيبقى كحه بسببهم. طب الباقي ال 48 فيهم حاجات خطيره وفيهم حاجات مشاكل وبلاوي. ابتدي اعمل ايه عشان اطمن؟ استبعد، رول اوت للحاجات التانيه. على سبيل المثال مثلا والله احنا نعرف ان والله لو حد مش عارف عنده سرطان ولا يعوذ بالله في الرئه، هيكح دم. ده من ضمن الحاجات، يعني من ضمن، بس عشان بس ما تاخدش الكلام ده ان هو قاعده عامه، او ان هو السرطان الرئه بس. في حاجات تانية ممكن يكح دم، بس من ضمن الاعراض. فهو جاي لك بكحه، والله انت بتكح دم يا حاج؟ لا يا ابني ما بكحش دم الحمد لله. استبعد. فاهم الفكره؟ وهنعرف برضو امتى نسال الاسئله وامتى ما نسالهاش. طيب، السؤال هنا how to gather او how to gather relevant information. ازاي الم المعلومه، او ازاي اخد المعلومه من البيشنت وشكوته. وانا ازاي هاخد المعلومه اساسا وازاي اساله؟ عندي بروتوكولز عامه كده
نقدر نستخدمها او مستخدمه عالميا لطريقه اخذ او لطريقه سؤال البيشنت عن الاعراض بتاعته وعن مشاكله. ايه هي البروتوكولز؟ ممكن تكونوا اتعرضت لها في الكليه. عندي البروتوكول اللي هو بيبقى WWHAM. ايه WWHAM ده بيبقى اختصار للاسئله اللي انت هتسالها. والله دبليو دي هو از ذا بيشنت. هو از ذا بيشنت يعني ايه؟ المريض المصري بيجي يشتكي شكوى مراته عشان مراته ما تنزلش تيجي للدكتور، او ابنه، او ابوه، ابن خالته، في صاحبه بيقول لك الشكوى بتاعته. فلازم اعرف مين البيشنت. ليه؟ عشان اعرف السكس بتاعه، هل فيميل هل ميل، عشان ده له قصص وده له قصص. اعرف الايدج عشان العمر هيفرق، الطفل الرضيع غير الراجل الكبير المسن. طيب what are the symptoms؟ ايه هي الاعراض اللي عندك؟ how long have the symptoms been؟ يعني بقى لها قد ايه الاعراض عندك؟ هل في اي اكشن تيكن؟ هل انت مثلا عملت حاجه مفاجاه، رحت للدكتور، اتكتب لك ادويه معينه؟ طب الميديكيشن بينج تيكن دي اللي بعدها على طول، الادويه اللي انت ماشي عليها اصلا كمريض. طب ده نظام. هل في نظام تاني؟ اه في نظام تاني اللي هو الانكور. الانكور ده بيبقى عباره عن حاجه اسمها اكسبلور، نو ميديكيشن، نفس القصه برضو، كل حرف بيبقى نازل تحته مجموعه اسئله ومجموعه تصرفات. هل دول بس؟ لا، عندك حاجه اسمها ايس ميثود، سيت داون سير، وقصه كبيره قوي. طب بالمنظر اللي انا بعمله ده، انا عمال اعدي اعدي اعدي. تفهم ايه؟ عشان استخدم الحاجات دي. ليه مش هستخدم؟ قال لك بالرغم ان الحاجات دي لطيفه وبتفكرك انت المفروض تعمل ايه وايه الخطوات وايه الاسئله اللي المفروض تعملها، ولكنها not flexible. يعني ايه not flexible؟ يعني مش تحسهاش كده ايه مترتبه على ظروف البيشنت اللي جاي قدامي. ما في بيشنت جاي قدامي حالته واضحه قوي، مش محتاج اعمل كل ده. في بيشنت جاي قدامي الحل في مثلا في السوشيال هيستوري بتاعه، والحاجات دي كلها ما فيش ولا سؤال فيها هيسال على السوشيال هيستوري. او مثلا طبيعه الشغل، ايه ده، هو السوشيال هيستوري تاثر، او طبيعه الشغل بتاعته ممكن تاثر على الحاله والتشخيص. واحد نجار مثلا وجاي لك عينه بتوجعه محمره. طب انا الراجل شغال مع الخشب طول النهار والفاره ومش عارف ايه، فخلاص انا ابتديت القط شويه من طبيعه شغله. السبب الرئيسي في مرضه ده ايه؟ واحد بيكح كتير، شغال فين يا عم؟ في محجر، شغال في قهوجي. طب خلاص واضحه، فهمت الاسباب. الكحه المستمره اللي عنده دي ممكن تبقى خلاص سموكينج، ومتعرض للدخان ليل نهار، متعرض لبلاوي زرقاء اللي بتتباع في القهوه، في المحجر متعرض للرمل وللكلام ده كله. فاذا في حاجات مثلا في الشغل وفي السوشيال اجتماعات بتاعته. مثلا واحد بتكلم معاه عنده مثلا صداع شويتين ثلاثه وداخل على امتحانات، من ضمن كلامي معاه عرفت ان هو عنده امتحانات ثانويه عامه او امتحانات فاينل. مفهوم؟ ممكن يبقى ستريس. فاذا الحاجات دي ريجيد، الاسئله اللي فيها مش بتخليك تقدر تخرج براها. في نفس الوقت مش بتغطي جوانب كتير تانية ممكن تنفعنا في الدايجنوزز. طب امال هتعمل ايه يعني يا دكتوره؟ ايه الطريقه اللي نستخدمها، او ايه الطريقه اللي مستخدمه في المصادر اللي انت محضر منها؟ قال لك يا سيدي الفاضل هنستخدم حاجه اسمها الكلينيكال ريزونينج. ايه هي الكلينيكال ريزونينج؟ الكلينيكال ريزونينج هي طريقه دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ يعني بتتغير على حسب الحاله، على حسب الوضع اللي احنا فيه، على حسب البيشنت. هناخد قرارات وهناخد سكك على حسب البيشنت اللي انا فيه. طب محتاجه ايه منك كصيدلي؟ محتاجه منك ساينتفك نوليدج عاليه جدا، محتاجه منك تكون مذاكر، محتاجه منك كلينيكال اكسبيرينس، محتاجه من حضرتك تكون اشتغلت وطبقت. يعني الطريقه اللي هناخدها مع بعض تروح تقعد اسبوع كامل في الصيدليه تطبق فيها عشان تمارسها وتتقنها. محتاجه منك كريتيكال ثينكينج اللي هو النباهه. عارف انت كده الميم بتاع بوحه ده؟ نباهه. لا مش موجود. فمحتاجه منك نباهه. الطريقه دي محتاجه منك كريتيكال ثينكينج، يعني تقدر تفكر، تبقى نبيه كده وذكي شويه، يبقى عندك حته ذكاء، ما تسالش اسئله ملهاش لازمه.
ما تضيعش وقتك، ما تضيعش وقت المريض في اسئله ملهاش لازمه. خلاص انت ممكن تلقط الموضوع بسؤالين ثلاثه، مش لازم تسال ال10 كلهم. طيب ايه هي الخطوات بتاعه الكلينيكال ريزونينج يا دكتوره؟ وهناخد فيها امثله وكيسز. تمام. طيب الطريقه فجهز نفسك بقى، عايز اتنين كده يجهزوا نفسهم، هبقى انده لهم كده في المحاضره ونشوف. ask about the main complaint. انا عايز اشوف الشكوى الرئيسيه للمريض. تمام، حلو، ده اول حاجه. تاني حاجه هعمل حاجه اسمها shape your thoughts. يعني ايه shape your thoughts يا دكتور؟ والله shape your thoughts هنا هبتدي according للشكوى اللي المريض قالها. يقول لي انا عندي كذا، هبتدي افتكر في دماغي الاندرلاين كوزز، كل الكونديشنز اللي ممكن تعمل الحاله دي، اللي هم ال 48. ها يعني هنعمل ال 48 مش ال 48 قوي. امال ايه؟ هنبتدي لما نيجي نذاكر كل موضوع مع بعض هناخد الاندرلاين كوزز متقسمين الاكثر شيوعا اللي حضرتك بتقابله. فهتلاقيني مقسم لك، والله بيقول لك الموست كومون، ايه الحالات اللي بتبقى 90% بتقابلها عندهم كحه؟ والله واحد اتنين. طب الحالات اللي بعدها اللي هي كومون بس مش موست، يعني كنسب، والله واحد اتنين تلاته اربعه. فهتلاقي نفسك بتدور او مهتم او بتذاكر هم 4 ل6 حالات بيسببوا العرض ده، وبتحاول حضرتك تتحرك في ال4 6 حالات دول وتشوف مين فيهم الاكثر يعني نسبة ان هم يبقوا عند المريض اللي قدامك. الطريقة دي بتقول كده يا دكتور؟ اه بتقول كده. بنيجي في الاخر او بنسأل بعد كده الايدج والسكس، عمر المريض، لان عمره هيفرق جدا في استبعاد الطرق. على سبيل المثال، على سبيل المثال، والله دلوقتي واحد عنده 50 سنة جاي لي بكحة مزمنة و... وانا محتار ما بين يا ترى هو عنده سي او بي دي ولا ازمه. رب، لا واحد عنده حاجه و40 سنه ولا حاجه و50 سنه، لو كان عنده رب كنا عرفنا من زمان، دي حاجه من الصغر. طب امال ايه اللي موست لايكلي يبقى عنده في السن ده مع مرور الوقت؟ اه والله سي او بي دي. فالسن هيفرق معايا في تشخيص بعض الامراض واستبعاد امراض تانية. طب السكس هيفرق برضه في تشخيص بعض الامراض واستبعاد امراض تانية. تمام تمام. طب الجنرال ابييرنس، الهيئه العامه بتاعت المريض اللي قدامك، مستحمي يعني؟ لا مش مستحمي. هشوف هو واقف على حيله ولا متدشمل خالص، مش قادر يقف خالص، الوجع شديد ولا الوجع بسيط. طريقه البيشنت في التعبير عن وجعه، يعني بيقول لك يا دكتور انا عندي وجع هنا وعمل لك بسن ايده كده، ولا لما قال لك عندي وجع هنا وعمل بايده كلها. ايه ده، دي تفرق؟ اه تفرق. لما عمل بايده على حته معينه ده لوكالايزد بين، بيشاور لك على الحته، يقول لك الحته دي وجعاني جدا. طب لما عمل بايده كلها في حته اوسع، اه ده جنرال بين او حاجه حاسس بعدم راحه. فده يفرق معايا؟ اه يفرق معايا. والله لو انا كنت بفكر في فهل مثلا مشاكل في القولون ولا ألسر، لا عمل كده دي ممكن ألسر، قرحه بنسبه كبيره، شاور على مكان معين. لكن مثلا عنده تقلصات بشكل عام مش عارف ايه، عمل كده البطن كلها وجعاني. فالجنرال ابييرنس، السيفيريتي بتاعت البين، البيشنت بيوصف لك الاعراض ازاي، مهمه جدا في طريقتنا. طيب بعد كده هايبوثيتيكال ديدكتيف ريزونينج، يعني ايه؟ ببتدي هنا استبعد واحاول اتحقق من تخميني. يعني حضرتك بعد ما سألت ال3 أسئلة اللي فوق دول او بعد ال3 خطوات اللي فوق دول، انت وصلت للخطوة دي ان انت شاكك في 1 او 2 او 3. بتبتدي انت هنا بقى الهايبوثيتيكال ديدكتيف ريزونينج، ان انت تشوف الهايبوثيسز بتاعتك، نظريتك، تسأل أسئلة عشان تشوف فعلا هو عنده المرض ده فاللي مسبب له العرض ده ولا ما عندوش.
وابتدي استبعد الحاجات التانية. فهيبقى مطلوب من حضرتك في الخطوه دي ask the right question، تسال الاسئله المظبوطه at the right time for the right reason. واوعى تسال سؤال انت مش عارف الاجابات بتاعته معناها ايه. ما تروحش تساله سؤال هيجاوبك وانت مش عارف الاجابات دي هتخليك تفكر ازاي. لازم السؤال اللي تساله تبقى عارف اجابته، هتخليك تفكر في ايه، هتستبعد لك مين، هتخلي لك مين. طيب حلو قوي، جميل خالص. تعالى بقى ناخد مثال، عشان انت يعني مكبر الموضوع ومحسسنا ان الموضوع ده صعب خالص ومفيش منه، يعني مفيش امل منه. تعالى يا سيدي، عندنا 25 25 years old female، واحده عندها 25 سنه، جت للفارماسي وعندها صداع. حلو. وبتقول لك انا عايزه ايه؟ مسكن. تعالى انا هطبق الطريقه دي، انا دكتور محمدي واقف في الصيدليه، وهيجي لي بيشنت منكم، تمام؟ بيسالني الاسئله، سوري يعني بيقول لي العرض ده، وانا هساله الاسئله واشوف هوصل للتشخيص المناسب ولا لا. فانا هجيب حد منكم، اوكي، نقول مثلا اي حد منكم الاعراض اللي هو مثلا الصداع غالبا اخر مره جاله صداع عامل ازاي، ونشوف هيجاوب ازاي. طيب نشوف مين. يا هند، يا هند. ايوه. طيب هنعتبر ان انت يا هند اللي عندك 25 سنه. لا، انا عندي 22 بس. انت اللي عندك 22 سنه، اوكي، ماشي. وجيتي الصيدليه بتعاني من صداع وعايزه انالجيسك. طيب ماشي. انا خلاص عرفت الموضوع بتاعي ايه. انا كصيدلي هيدك، هستحضر محاضره الهيدك من دماغي. محاضره الهيدك دكتور محمدي كتب لي كده وعمل لي كده، قال لي والله اول خطوه shape your thoughts. يعني ايه؟ حط الكونديشنز ورتبهم كده، ها، priority من الاكثر شيوعا للاقل شيوعا. طيب من محاضره الهيدك لما انا ذاكرتها كويس باحترام كده، قعدت يوم اذاكرها واطبق فيها اسبوعين ثلاثه، بلقيت نفسي حافظ دي خلاص، مش محتاج اذاكرها بعد. كنت فاكر على طول ان الموست لايكلي النوع اللي يعني المرض او الشكل الاكثر شيوعا من الصداع هو التنشن تايب. والتنشن ده والله هنعرف برضو في محاضره ما ان التنشن تايب ده اهو له مواصفات. والله ده بيجي بسبب الاسترس. اوكي، لا ارجع لي كده، بيجي بسبب الاسترس. ماشي. والله ده بيجي بايلاترال، يعني بيجي في الجنبين وكمان ورا، بيجي في الدماغ، كل الدماغ بتبقى مصدعه. والله ده بيبقى الوجع بتاعه بيزيد مع اليوم، يعني مع شغلك ومع المجهود اللي بتعمله بيزيد. ونون ثروبنج. نون ثروبنج يعني ايه؟ يعني مش بينبض. في اوقات يقول لك الصداع بتاعي بينبض، ده صداع ثابت مش بينبض. ماشي. فاذا انا خدت في المحاضره مع دكتور محمدي في الهيدك انه والله ادي انواع الصداع، وايه ايه الاعراض اللي ممكن اسالها، ايه السبيسيفيك كويستشنز اللي ممكن اسالها. طيب فتعالى نشوف، تعالى نمشي مع الكيس بتاعتنا اللي هي هند اللي عندها 22 سنه، وتعالى نسالها سؤال. اولا شيب يور ثوتس، انا حطيت الحاجات الموست لايكلي. موست لايكلي يا شباب يعني من 70 ل 90%، دي كده كارقام مظبوطه يعني. من هنا من 40 ل 70%. الانلايكلي دي يعني من 10 ل 30%، وعندك دي تحت ال 10%. نسب. طبعا هتلاقي من ضمن التقسيمه الميديكيشن اوفر يوز دي عشان تقسيمه انجلترا، يعني دي التقسيمه بتاعت انجلترا، ان هو نسبه الناس اللي بتيجي الصيدليات عندها صداع مقسمينهم. قال لك من ضمن النسبه اللي هي الانلايكلي من 10 ل 30% هو الميديكيشن اوفر يوز. انا بعد اذنك هطلب منك من خبرتي في شغل الصيدليات حط لي الميديكيشن اوفر يوز دي هنا في نسبه اللايكلي. احنا هنا يعني خاصه حد عارف الادويه اللي ممكن تعمل صداع كعرض جانبي؟ حريفه الصيدليات اللي بيقفوا في الصيدليات بتوعنا، مين اللي بيعمل هيدك يا شباب؟ ايه دواء ممكن يعمل هيدك؟ عيب والله. أدوية البرد مثلا. ادويه البرد
اي ادويه فيها ابنفرين. طب ما ادويه البرد فيها مسكن. شفت بقى؟ لا، غيره. حد يقول لنا غيره. حد يقول لنا ايه الادويه اللي ممكن تعمل صداع. ايه الادويه الاكثر ساعات الحاجات استخداما؟ ها، قولي. تقريبا، بس مش متأكدة، البي بي ايز بيقول ان هي بتقلل الاسيديتي وكده وممكن تسبب صداع. سمعت المعلومة دي قبل كده. بسيط بسيط. عايزين الحاجات الميجور. طب ما نقول يا جدعان، ما نقول اهو السلدنافيلات، السلدنافيلز، عيله الفياجرات والحاجات دي تعمل صداع، عرض جانبي مشهور جدا جدا ليهم. اكس طب انهبيتورز. ممكن برضه أدوية الضغط لو بتعمل فاز دايليتيشن فأكيد ممكن برضه معاها صداع يعني. مية زي مية عظم. زي الديليتيشن اللي ايه؟ في السلدنافيل مثلا. زي مين؟ لا، السلدنافيل قصدي بيعمل فاز دايليتيشن. اه. ممكن بقى أي حاجة بتعمل فاز دايليتيشن بتعلي قصدي بتستخدم كأدوية ضغط. طب ممكن تقول لنا ادويه، مثال لادويه بروستاتا للبيناين بروستات هايبربليجيا، هي بتعمل فازو دايليشن. قول لي مثال لدواء مشهور جدا. التمثيلين ألفا بلوكر فهو اه، بيعمل فاز دايليتيشن. بالظبط، من الاعراض الجانبيه بتاعت التنسولين صداع. فاذا الاوفر يوز او الميس يوز بتاع الادويه في مصر ده شائع جدا. الناس هنا بتستخدم الادويه بالعبيط. ممكن المسكنات، خلي بالك، في زميلنا قال ادويه البرد، واحييه، ادويه البرد ممكن تعمل صداع، بس ساعتها الصداع ما بتبقاش عارف بسبب الدواء ولا البرد نفسه. بس خلينا نروح في حته الابنفرينات، ممكن تعمل. طب هل إيه حاجه تانية ممكن تعمل صداع؟ الانسيدز، الاستخدام بتاعهم المستمر يعمل تعود، ومن غيرها يحصل لك صداع تاني كده. انا دلوقتي باخد بروفين كل يوم بقالي شهرين، وجيت بطلته، هتصدع. ده حقيقي، ده حقيقي. طيب، فبعيدا عن الحته دي نرجع للكيس بتاعتنا. شيب يور ثوتس، قسمنا الحاجات بتاعتنا وعرفنا والله ان الموست لايكلي هيبقى تنشن تايب هيدك، غالبا بنسبه من 70 ل 90% تنشن، صداع من الشغل ومن الوش والمذاكره والكلام ده. طب لايكلي نسبه اقل، ممكن يبقى مايجرين، ممكن يبقى التهاب جيوب انفيه، ممكن يبقى اي سترين، يعني العين وجعاني بسبب ان انا مثلا باصص في لابتوب، باصص في موبايل، الاضاءه قليله، الكلام ده كله. الحاجات الانلايكلي بقى حاجات زي ما انت شايف ايه، ها، ممكن تبقى موجوده بس اقل شيوعا. طيب، هعرف تاني حاجه الايدج والسكس، خلاص احنا عرفناهم، عندها 22 سنه وفي ميل. طب المعلومه دي فادتني في ايه؟ فادتني ان مثلا ان هي بنت. طالما هي بنت، اعرف ان نسبه ان هي يجي لها مايجرين 3 اضعاف الرجاله. مايجرين اللي هو الصداع النصفي، اللي هو الورست هيدك يو ويل ايفر هاد، باسمه كده، يو ويل ايفر هاد. اكتر صداع او اسوأ نوع صداع ممكن يجي لك في حياتك ده اسمه مايجرين. طب بيجي لهم ليه البنات؟ ليه البنات اكتر 3 اضعاف الرجاله؟ اشمعنى البنات يعني؟ مضطهدين؟ حد يقول؟ محدش يعرف؟ ايه الشماعه اللي بيتعلق عليها كل حاجه بتحصل للبنات؟ ايه الحاجه اللي دايما بيتقال؟ ها، هرمونز. الفلكتويشنز بتاعت الهرمونات عند البنات رهيبه، رهيبه، تعمل لهم مشاكل كبيره جدا، من ضمنها المايجرين. ايه المهم؟ طيب، بصيت للجنرال ابييرنس ده بقى اللي هنساله لاختنا بقى، هنسال اختنا دلوقتي. والله هو يعني الوجع اللي عندك، الصداع ده، فين بالظبط في الدماغ يا هند؟ انا موجودة اهو. في بداية الراس من قدام. في بدايه الراس هنا يعني. اه، طيب، حوالين العين. بالظبط. اوكي. طيب، هبتدي انا افتكر هو ايه يا ربي الحاجات اللي كانت فرونتال، ايه الحاجات اللي كانت فرونتال. ببص، ايه ده كلهم فرونتال، يا نهار ابيض. ده كله ده ممكن يبقى فرونتال، ممكن يبقى عندها كل ده. ممكن يبقى عندها. طب هسأل سؤال تاني. اوكي، ماشي. طب يا هند، هو انت لما بتيجي تركعي في الصلاة
او لما تيجي مثلا توطي تجيبي حاجه من على الارض وتقومي، بتحسي ان الصداع بيزيد؟ اه. اه. بص قالت ايه؟ قالت لك اه. طب هو السؤال ده انا بسال ايه؟ انا هنا بسال ليه؟ بسال علشان حته الفالزنال موفمنتس، التحركات اللي بتاثر على الحته بتاعت الجيوب الانفيه. هو في الركوع ده احنا بنعمل ايه؟ بننزل، بنعمل فرق في الضغط، فبتلاقي ان الحته دي تقلت، الحته اللي في الجبهه دي تقلت. معنى كده ان انا عندي مشكله فين؟ في اجابه هند دي، في الجيوب الانفيه. ده بتقول لي وانا بركع بحس بتقل وبصداع، بحس بتقل وبصداع وانا بركع او وانا بوطي. فهنا عندي مشكله ما والتهابات في الجيوب الانفيه هي اللي بيحصل فيها صداع والم مع التوطيه. فده سؤال خلاص وداني للحته دي، خلاني اشك فيها. طب هسألها سؤال تاني، هل يا هند الصداع بتاعك ثابت ولا بينبض كده مع اليوم، بينبض خلال اليوم؟ هو الو. بيبقى مرة واحدة. بيبقى مرة واحدة. اوكي. اه. طيب، زي الفل. فهنا انا سألت سؤال اللي هو الثروبنج بين، النابض ده، عشان استبعد المايجرين، لان المايجرين هو من الحاجات اللي فيها الثروبنج. وايه كمان؟ الاي سترين يبقى فيها النابض، اوقات بتحس ان انت عينك بتدق كده، برضه نفس النظام في الاي سترين بيبقى نابض. فانا كده قالت لي لا، يبقى استبعدت المايجرين، استبعدت الاي سترين، وعرفت ان هي والله ده غالبا بنسبه كبيره ساينوسايتس. طب هسأل سؤال عشان اتاكد، هل كان في اعراض برد قريب يا هند ولا حاجه؟ اه، أعراض عادية مثلا رشح تمام. دور برد يعني. خلاص كده انا اتاكدت 100%. قالت لي ان هي كانت عندها اعراض برد قريب، فاتاكدت 100% ان الصداع اللي عندها ده بسبب التهاب جيوب انفيه ساينوسايتس. ليه؟ كان عندها اعراض برد قريب، يعني مزكمه يعني واستبعدت باقي الانواع. طب ايه اللي فرق معايا يعني يا دكتور؟ انت كنت ساعتها لما قبل ما تعرف الموضوع ده كنت هتديها مسكن، دلوقتي هتديها مسكن وبونبوني؟ ما انت هتديها مسكن برضه. اقول لك لا، ما انت يعني ما احنا مش عملنا ده كله عشان مش عارف ايه. انا كل ده زي ما انت شفت حضرتك كده، انا لما عرفت ان هي جيوب انفيه، عرفت الاندرلاين كوز، عرفت السبب اللي عامل الصداع. فساعتها انت كنت في الاول هتطلع انالجيسك، لا انا دلوقتي هطلع انالجيسك وايه كمان؟ ايه كمان بقى يا هند؟ طلع حاجه دي الحساسيه، كونجستنت. ودي كونجستنت. اه هطلع دي كونجستنت للاحتقان، عندها احتقان والحته دي ملتهبه ومقفله. وهطلع كمان ايه؟ انتي هيستامين، مضاد للحساسيه، عشان الدنيا اللي مقفله عندها دي. وكمان ممكن اعمل ايه تاني؟ ادي ايه؟ انتي انفلاماتوري. طب انا كنت في الاول قبل ما اسال الاسئله دي لو عملت زي عم ابراهيم السلعاوي هعمل ايه؟ طلع انرجيسك. واحد جاي يقول لي عندي صداع، خد مسكن. حلت له المشكله؟ ما حلتلهالوش. هيجي بعد يومين عنده صداع تاني، الصداع ما بيروحش. يبقى انت ساعتها هنا انت ساعدته اكتر، ويجي لك بعدها يقول لك يا دكتور الله ينور عليك، ربنا يخليك، انت انقذتني، انت الله ينور عليك والله، انت الدواء اللي انت اديته لي في يومها اتحسنت. تاخد سمعه وتاخد صيت وتبقى حلت له ويدعي لك والكلام ده كله. طيب تعالوا ناخد كيس تانية من الكيسز بتاعتنا. مين؟ يلا يا ميرنا. ميرنا فاتحه. موجودة ميرنا موجودة. فاتحه، يلا يا ميرنا. طيب انت برضو نفس الواحده هنا، عندك 22 ولا عندك 35؟ 22. جيتي 22. ايوه، جيتي تقولي لي انا عندي صداع، فانا هبتدي اعمل معاكي نفس الكرايتيريا. يا ترى ماشي. الصداع اللي عندك فين يا ميرنا؟ لا أنا مش زي هند بقى، أنا اه، امال محزم ايه؟ دماغي كله. محزم دماغي. طيب، كله. فالصداع هنا محزم الدماغ. محزم الدماغ يعني ايه؟ يعني
ماسك الدماغ زي الحزام كده في كل حته. طب ارجع كده للمحاضره بتاعتي، هو الصداع اللي بيبقى ماسك الدماغ من كل حته ده انهي واحد؟ التنشن تايب. bilateral most often at back of head، يبقى ماسك لك الدماغ كلها من كل حته. فمن البدايه خالص ومن اول سؤال انا استبعدت التانيين، الحاجات اللي هي الفرونتال، تمام، اللي هو الساينسايتس والاي. طيب ماشي اوكي، انا عايز اسال سؤال تاني عشان اشوف استبعد المايجرين، ما هو ممكن يكون مايجرين مثلا. طب يا ترى يا دكتوره ميرنا، الصداع اللي بيجي لك بيبقى يعني بينبض كده في نبض ولا صداع ثابت؟ لا ثابت. ثابت. في حاجه مميزه فيه طيب؟ يعني بيزيد بيقل؟ بيزيد بس لما بذاكر او كده. بيزيد لما بذاكر. طبعا هي كل ده عماله توجهنا اكتر واكتر للنوع بتاع التنشن، اللي هو الستريس due to changes in work or home environment. بيزيد مع اليوم، مع مرور اليوم عمال يزيد، كل ما بتعمل شغل زياده بيزيد. طيب انا برضو هحاول استبعد المايجرين لان احنا دايما بنخاف من المايجرين. طب يا دكتورتنا، هل مثلا النور العالي او الصوت العالي بيضايقوكي او بيبتدوا الصداع، بيزودوا لك الصداع؟ لا لا. لا. حلو، فاذا خلاص لو كانت قالت الصوت العالي والنور العالي من ضمن التريجرز القويه جدا اللي نقدر نشخص بيها المايجرين، فهي هنا قالت لنا لا، فخلاص هنا انا بنسبه كبيره وصلت لحته التنشن وان الموضوع مجرد تنشن. فساعتها قراري بكل بساطه والله هديكي الانالجيسيك المناسب ليكي، وانصحها ايه بقى؟ ايه النصيحه اللي اقولها لها؟ والله ممكن ناخد حاجات مهدئه شويه، حاجات نون فارماكولوجيكال، ممكن تطلع لها حاجات من النون فارماكولوجيكال من الصيدليه عندك. والله عشبه مش عارف الكامومايل ايه، الحاجات بتاعت ايزيز دي عارفها، مش عارف ده يهدي الاعصاب، ده يروق ايه، دي مش عارف ايه باللافندر. والله ممكن نروق شويه حتى انت بالكلام. لو حد مثلا يا سيدي عنده الصداع ده بسبب ان هو عنده امتحان قريب، تقول له كلمتين يطمنوه ويهدوه، ري اشورنس ليه. فتبقى انت عرفت الاندرلاين كوز، فوصفت العلاج المناسب، فالحاله يحصل فيها استجابه. فده كان زي ما نقول كده رول بلاي سريع، او يعني تطبيق سريع ازاي هنشخص حاجه زي الهيدك بطريقه الكلينيكال ريزونينج. ان احنا مسكناها كده بالترتيب، شيب يور ثوتس، بعد كده سالت في الايدج والسكس والجنرال ابييرنس عشان اشوف الدنيا استبعد ايه وما استبعدش ايه، اللي هو مكان الالم، الشخص اللي قدامي سنه ايه، فيميل ولا ميل، الكلام ده كله. طيب هي مين في ستيبس زياده على الطريقه بتاعتنا محتاجين نقولها، بس حبيت اشيلها لك بره الستيبس الرئيسيه لان هي مش ستيبس قوي. ايه هي؟ حاجه اسمها الباترن ريكوجنيشن. يعني ايه باترن ريكوجنيشن؟ نقدر نديها مسمى الخبره. يعني حضرتك بعد اسبوع اسبوعين عمال تطبق الموضوع ده مع اي حد بيجي له صداع، يجي لك الصيدليه، بعد اسبوعين بعد 3 بعد 10، حضرتك اتعاملت مع كام حاله؟ 500 حاله مثلا عندها صداع، 100 حاله عندها صداع. هل تشخيصك بعد كده هيبقى زي تشخيصك اول مره؟ ده هتبقى سوبر فاست، تبقى سريع جدا. ليه؟ بقى عندك حاجه اسمها باترن ريكوجنيشن، بقيت تقدر تشخص الحاله دي من الحاله اللي قبلها بخبرتك من الحالات اللي قبلها. الحاله دي قالت لك عرض مشابه جدا للحاله اللي قالته اللي قبلها، او الحاله دي قالت لك عرض جديد كنت اول مره تسمعه، قالت لك محزم دماغي، الصداع محزم الدماغ. ما محزم الدماغ دي مش شرط يقول لك اصل انا عندي بايلاترال بين مش عارف ويوجوال مش عارف اوفن يبقى ات ذا باك اوف ذا هيد. مفيش كده في السوق. انت في السوق محتاج تسمع الناس، محتاج تسمع هم بيوصفوا الامهم ازاي. فمحزم الناس دي هتسمعها جدا في الاماكن الشعبيه، يقول لك محزم دماغي، صداع محزم دماغي، او مكلبش في دماغي. فالباترن ريكوجنيشن هتكتسبه مع الوقت، تقدر تشخص بيه، بالذات في الحاجات اللي فيها وباء. مثلا انت شغال في منطقه كل الاطفال جايين بيرجعوا بيسهلوا، صباح الفل في فاكهه بايظه نزلت في المحل اللي في المكان،
او مثلا حاجه زي الكورونا زي الكوفيد، خلاص احنا بنبقى عارفين موسم الكوفيد موسم البرد، ما بحتاجش اشخص، بيبقى كل الاعراض جايه متشابهه، في حاجه اسمها باترن ايه ريكوجنيشن. في فيزيكال اكزامينيشن احنا كصيادله بنعمله بسيط خالص مينيمال جدا، مثلا في المحاضره زي اللي هنتكلم فيها عن السور ثروت، حاجه تلاقيني بقول لك ايه، طلع من عندك البتاع خافض اللسان ده وشوف الزور، ده فيزيكال اكزامينيشن، يعتبر فيزيكال اكزامينيشن. بس في حاجات تانية لا مش بتاعتك، فيزيكال اكزامينيشن بسيط، مثلا شوف زوره، شوف الحبوب، نوع الحبوب اللي عنده، لو في تساقط في الشعر بص في فروه راسه شوف الدنيا عامله ازاي. ده اخرنا الحاجات الظاهريه بس. لكن بقى حاجات محتاجه اجهزه، محتاجه والله ابص في الودن اسمع بسماعه، ابعد عن السكه دي، مش بتاعتك. الحاجات البسيطه اللي نقدر نشخص بيها الحالات الماينور تمام ممكن نعملها. حالات او حاجات اجهزه ما تستخدمش اجهزه، ما تستخدمش اجهزه. ايه ده يعني ما يقيسش ضغط وما يقيسش سكر؟ يقيس، بس ده عشان يسجل قياس مش عشان تشخص بيه، تفرق. تمام تمام. في حاجه في الاخر اسمها السيفتي نيتنج. ايه السيفتي نيتنج؟ انا المفروض لما كانت هند جات لي ووصفت لها ادويه انتي هيستامينز وي وي وي، المفروض اعمل ايه؟ اقول لها والله يا هند لو ما تحسنتيش على الادويه دي في خلال 3 ايام بعد اذنك ايه، روحي لدكتور. ده اسمه ايه؟ ده اسمه في السيفتي نيتنج اسمه كونفنشنال ريفيرال. بعمل ريفير تقليدي، اللي هو ايه، امشي على الدواء ده لمده كذا يوم، ما اتحسنتش روح للدكتور. ده انت بتأمن نفسك ان انت المريض ده لو ما اتحسنش يعرف ان تشخيصك ده ما كانش سليم، فيبقى تشخيص حاجه اكبر وحاجه اهم محتاج يروح لدكتور. تمام. طب انا بحدد على اساس ايه كام يوم دي؟ على اساس مذاكرتنا ودراستنا. انا بشوف والله والله انا هند قلت ان هو ساينسايتس صح، المفروض الساينسايتس ايام ويروح. طب فانا قلت لها اديتها رينج من 3 ل 5 ايام، يروح في الكام يوم دول، ما راحش، روح بعد اذنك لدكتور. تمام. طيب والله مثلا المايجرين ممكن يقعد 24 ساعه ويروح، طب اللي قعد ايام ده هكذا. اللي انا اقصده يعني ان احنا في باقي الامراض لما نجي لها هبقى اقول لك والله الحاله المرضيه دي بتستمر كذا يوم، فانت بتدي له الدواء وتقول له امشي على الدواء ده لمده العدد الايام المناسب للحاله اللي انت قررتها، مش بتحط اي يوم وخلاص. يعني مش اي حد يجي لك يقول له امشي على الدواء 3 ايام وبتعالى لي. لا عادي خالص، في حالات كحه مثلا من اللي هناخدها ممكن تقعد اسبوع و10 ايام، فانت ساعتها تقول له خد الدواء ده ولو الكحه ما راحتش في 3 ايام روح للدكتور؟ لا، فانت كده مستعجل. ده حالته عشان تخف اصلا بتحتاج اسبوع ل 10 ايام، وانت بتدي حاجه بتعالج الاعراض، فخلاص هتصبر على الموضوع اسبوع 10 ايام ساعتها. فانت ساعتها بتعمل ريفيرال اكوردنج للحاله اللي انت عاملها، ان هي لو استمرت اكتر من كده يبقى خلاص الحاله اللي انت عاملها دي مش ده الحاله، دي حاله ثانيه، روح لدكتور وقتها. او سيفتي نيتنج ان انت تبدا تقول له ريد فلاجز، والله حضرتك لو لقيت نفسك الضغط بتاعك ده، سوري الصداع بتاعك ده في ضغط عالي، لا روح للدكتور. لقيت مناخيرك بتنزل دم روح للدكتور. لقيت نفسك مدروخ وبيغمى عليك روح للدكتور. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بديله الريد فلاجز، الاعراض الخطيره اللي ممكن تبقى مدخلاه في الحاجات اللي هي مين؟ الفيري انلايكلي، الحاجات الانلايكلي. يعني مثلا ممكن يبقى عنده جلوكوما، الرؤيه مزغلله والدنيا بايظه ومش عارف ايه، دي حاجات لو احنا شفناها من الاول خالص، بس فرضا هقول يا سيدي ان انت ما سالتش عليها في الاول او ما ظهرتش، ما كانتش موجوده في الاول، ان الحاجات دي ممكن عشان تديفلوب. مثلا فرضا على سبيل المثال ربنا يبعد الشر عن الجميع، حد عنده نزيف على المخ، نزيف على المخ في البدايات حاجه بسيطه هيشعر بصداع، بس الاعراض التانيه اللي هتبين انه نزيف على المخ هتظهر بعد مثلا، او تظهر له بعد ما جالك الصيدليه. يعني مثلا ترجيع، دوخه، يتوه، عينه تزغلل، كل الحاجات دي تخلينا نوديه طوارئ. لا انت تروح طوارئ وتعمل سي تي على المخ، لان انت ممكن يبقى عندك نزيف، صداع مع الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي. طب هي وقت ما جالي ما قالش الحاجات دي،
ما كانتش عنده لسه، فانت تامن نفسك، تعمل سيفتي نيتنج، تقول له والله خد الدواء ده للصداع، بس في اي وقت يظهر لك 1 2 3 4 مش عايز تقلقه، قول له ارجع لي. يعني لو ظهر لك اي حاجه من الحاجات دي، مش انت ساكن جنبنا هنا، ارجع لي، تعالى قول لي وانا هسال منك واستفهم منك. لقيتها حاجات فعلا توديه في المناطق الخطر، هتوديه الدكتور وهتوديه طوارئ. فاذا في حاجتين للسيفتي نيتنج.